وحشتيني يا زوزو. النهارده يا جماعه زوزو عملت وصفه غريبه جدا. عملت وصفه كده من العدس الاصفر، ضربت العدس بعد ما غسلته طبعا وحطت عليه زبادي وزيت وشويه حاجات، وبعدين طلع في الاخر شبه خليط الكيك كده، حاجه زي التوست، وحطت معاه عين جمل. شكله حكايه. ازاي اصلا العدس يطلع في الاخر كيك كده؟ تعالوا نجرب ونشوف النتيجه ايه. هنحتاج كوبايه الا ربع من العدس الاصفر مغسول ومتصفي طبعا، كوبايه من الزبادي، بصوا اقل من ربع كوبايه زيت، هننزل عليهم ببيضتين، ورشه ملح. هنضرب بقى كل ده. بصوا بقى اضربوه كويس جدا لحد ما كل العدس يتفرم، لان هو هياخد وقت في الضرب. صغيره بيكنج باودر، كوبايه من عين الجمل دي اختياري. وبعد كده هنقلبهم بقى كده. نجيب بقى الصينيه، ورق زبده، هننزل بقى بيه كله هنا كده. ننزل عليهم بقى برشه كده من الروزماري، والمفروض رشه من حبه البركه، بس انا مش بحبها فمش هحطها. هدخلها بقى على فرن سخن على درجه حراره 180، واول ما تستوي اقول لكم قعدت معايا وقت قد ايه. بصوا خلاص استوت، هي خدت في الفرن حوالي 30 دقيقه. طبعا بعد ما نجدناها من ورق الزبده، تعالوا نقطعها بقى، شكلها حلو قوي. الله، بصوا شكلها عامل ازاي. بصوا هي لسه سخنه طبعا، المفروض ما اقطعهاش سخنه كده، بس عشان عايزه اوريكم شكلها. بصوا بقى شكلها من جوه، بصوا السوا بتاعها عامل ازاي، مستويه